لدي أي آراء على الإطلاق حول ما يؤمن به الناس من إله، إنها مسألة خاصة، وأنا حقا لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لأحد أن ينزعج من ذلك إلا إذا كان إسلاميا. لماذا يريدون حماية الإسلاميين؟ لقد قلت ذلك من قبل وسأقوله مرة أخرى، إنها شر هذا العصر. إنهم يرغبون في إلغاء ديمقراطيتنا وحريتنا في التعبير، يعني ذلك فرض دينهم على الآخرين، ورجم النساء واضطهاد وإعدام المثليين جنسيا والمسيحيين واليهود. إنه الزواج القسري والقيام بأشياء فظيعة ضد أجساد الفتيات الصغيرات واختطاف الأطفال وارتكاب أعمال إرهابية. إنه شر هذا العصر، وإن أنصاره والمتواطئين معه لا شأن لهم في السويد. في اللحظة التي يحاول فيها شخص ما فرض دين على شخص آخر أو المطالبة بحقوق خاصة لطائفته الدينية، لا تعود المسألة مسألة معتقد شخصي، بل مسألة سياسية، ويجب على السياسيين أن يقبلوا الحجة المضادة، وهذا هو جوهر النقاش السياسي. ولذلك فلا يصلح الاختباء خلف حرية الدين والتذرع بالتعرض للانتهاك. لكل أن يفكر كما يريد بشأن رسالتي. يمكنك الاعتراض والمناقشة وتقديم وجهة نظرك حول الأمر برمته، ولكن ينبغي بالمقابل توقع الحجج المضادة. الأهم في ذلك هو أنه يجب على المرء أن يواجه ما أقوله وأقصده، وليس ما يدعي الآخرون أنني أقوله وأقصده. إن الكذبة المحكمة تستطيع أن تصل من بغداد إلى القسطنطينية في الوقت الذي تبحث فيه الحقيقة عن نعالها. ليس من النادر أن تتمكن الكذبة من سباق الحقيقة، لذا من المهم توخي الحذر. من اختار الانتقال إلى بلدنا لممارسة السلوك الحسن ولكسب الرزق لنفسه واتباع القوانين والعادات والأعراف السويدية يمكنه أن يؤمن بأي إله يريده، فهذا أمر لا يهمني. ومن بين مئات الآلاف من المهاجرين في السويد هناك العديد من أمثال الأشخاص الذين يساهمون ويريدون أن يكونوا جزءا من بلدنا. إنهم ليسوا مشكلة، على العكس تماما. ولكن هناك أمر يجب أن يكون واضحا للغاية: إن الإسلاميين وغيرهم من المتعصبين الذين يريدون إسقاط نظامنا الاجتماعي وديمقراطيتنا لا شأن لهم في السويد، لا اليوم ولا في المستقبل.